دي كده الخرسانة العادية، ودي كده الخرسانة المسلحة بتاعت القواعد الشريطية. فتحنا الفاصل ما بينهم زي ما انتم شايفين كده على شكل حرف 7. بمجرد ان احنا بنشيل جزء من الخرسانة اللي تحت وجزء من الخرسانة اللي فوق ونغوط لجوه في الفاصل اللي هو صابعي فيه ده، احنا كده عملنا اول خطوة في معالجة الفاصل. تاني خطوة ان احنا بنجيب مادة المعالجة اللي هي الجراول، سواء كان من شركة سيكا او اي شركة بتعادلها، وبنبدأ نخلطها او نزود لها مية ونقلبها تقليب ميكانيكي بخلاط المونة او ببنطة الهيلتي القلاب اللي بنركبها في الهيلتي العادي، ونبدأ نقلبها لمدة 3 دقايق او زي ما مكتوب عندنا في الداتا شيت او المواصفات الفنية للمادة. وبعدين بنجيب موبايل محارة يبدأ يشتغل بالمادة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بيملأ الفاصل بالكامل بالمادة وبيملى جزء فوقيه وجزء تحتيه، وبكده بكون انا عالجت الفاصل تماما، يعني كأني ما عادش عندي فاصل في الحيطة الخرسانة.